هي دي مصلحه النادي، هي دي مصلحه النادي او مصلحه الانديه اللي بيدور على مجالس ادارات اذا كان الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي او باقي الانديه، لانه في الاخر هو اللي بينفق على اللاعبين، هو اللي بينفق على قطاع كره القدم الموجود، اللي بينفق كمان على لاعبات اخرى كتيره جدا. بس تعالى ندور نتكلم على مثلا اوروبا بيتعاملوا ازاي. في فرق كبير جدا بيننا وبين اوروبا في الشكل دوت. يعني احنا بدينا دوري وبدانا 26 ديسمبر، وناس كتير جدا ما كانتش متوقعه ان الدوري يكمل او يتم او يبدا. صحيح. كان من المفروض على الدوله ووزاره الرياضه، كان المفروض على اتحاد كره القدم المصري، كان المفروض كمان على لجنه الانديه المنتخبه في الفتره الاخيره ديت ان هم بيقعدوا مع بعض قبل بدايه الدوري لحل مشاكل البث. ما نجيش نتكلم واحنا اثناء الدوري نتكلم على البث. دي نقطه. النقطه الثانيه، احنا بنتكلم على التلفزيون المصري او التلفزيون التلفزيون الهندي. ما فيش في العالم كله تلفزيون بيفرض شروط او بياخد بطوله على حساب الانديه، لان ما فيش مسرح من غير ممثلين. لو النادي الاهلي ما لعبش او النادي الاسماعيلي ما لعبش او نادي الزمالك ما لعبش، ما فيش مباراه كره قدم، ما فيش تلفزيون مصري هيذيع بطوله، عشان كده ما فيش مقابل مادي. دي نقطه. النقطه الثالثه، بتتكلم على 70 مليون جنيه. انا موافق يا سيدي 70 مليون جنيه للكره المصريه، بس لها شقين. الشق الاول ان احنا بقى لنا اكتر من حوالي شهر بعد موضوع احمد عبد الظاهر بنقول يا جماعه بلاش السياسه في الرياضه، واعتقد ان دي سياسه داخله في الرياضه، بمعنى ان الدوله بتفرض على الانديه المصريه اذاعه المباريات على على التلفزيون المصري نظرا لحقوق الغلابه اللي هم المصريين الغلابه. ماشي اوكي. طيب 70 مليون جنيه، 70 مليون جنيه وزعهم على 22 نادي، كل نادي ياخد كام؟ اعتقد يعني 2.5 3 مليون جنيه حسب بقى الافضليه النادي الاهلي عشان جمهور ونادي الزمالك، وبعد كده بقيه الانديه كلها اللي هياخد 2.5 او 3 مليون جنيه. هذا لا يتناسب مع قيمه انديه بتلعب على بطولات اذا كان افريقيه او على دوري. وبنتكلم على جزئيه كمان ان بنصرف 20 او 25 مليون في السنه، اللعيبه بتاخد عقود كبيره جدا. طيب دي النقطه الرابعه والاهم، التلفزيون المصري عاوز يبيع للقنوات الفضائيه ب 12 مليون جنيه. يعني انت التلفزيون يشتري ب 70 مليون ويعجز الانديه ويفلس الانديه وياخد من القنوات الفضائيه 12 مليون جنيه. النقطة كمان بالنسبة لموضوع ال 12 مليون جنيه، انه عاوز المقابل الاعلاني اللي هيخش من وراء اذاعته للبطولة في مقابل مادي كبير جدا نظرا لقيمة الاندية المصرية اذا كان الاهلي او الزمالك والاسماعيلي. كل ده سيتقاضى التلفزيون، وفي المقابل الاندية المصرية تشهر افلاسها عشان التلفزيون المصري يذيع البطولات. لا طبعا في اوروبا بيقولوا ان طبعا الاذاعة بتدفع فلوس، التلفزيون إذا كان في تلفزيون أساسا دولة بيفرض على الأندية، وهذا من ربع المستحيلات ان يفرض على نادي او انديه او بريمير ليج او الدوري الاسباني او دوري ايطالي ان الدوله تفرض عليه بيع المباريات او تشتري المباريات. الاذاعه بتدفع فلوس، واحنا عندنا الاذاعه بقى لها 3 سنين بتاخد الدوري المصري قبل الثوره ببرنامج كبير جدا بيدير اعلانات كبيره جدا للاذاعه المصريه، لم تتقاضى الانديه المصريه ولا مليم من هذا. واعتقد ان هذا خطا كبير جدا. كان المفروض كل الانديه برضه تقف وتقول ده حق اصيل للانديه المصريه. في ايطاليا مفيش قناه ارضيه. القناه الارضيه اذا ارادت شراء الدوري المصري بتشتريه، الدوري الايطالي بتشتريه، وترجع المقابل المادي بيرجع لرابطه الانديه المحترفه. رابطه الانديه المحترفه بتوزعها بالتناسب من المركز الاول للرابع ومن المركز الخامس للسابع ومن السابع للمركز الاخير. كل ده موجود في الدول الاوروبيه. انما احنا عندنا هنا بنتكلم على فصل السياسه والرياضه، ولكن في الاسف كلها سياسه وكلها مخلوطه بجانب الرياضه. وعندما يخطئ اي شخص نتكلم نقول يا جماعه بلاش بقى السياسه والرياضه، لان دي امور صعبه جدا. اعتقد ان دي شيزوفرينيا اعلاميه وشيزوفرينيا دوليه كمان بالنسبه للدوله، لان المفروض عشان نتكلم نقعد نحط اسس. الاسس دي بتبدا من لجنه اولمبيه، وبعد كده الاتحادات عامه، ثالث حاجه الانديه، رابع حاجه من هم لهم حق اللعب والاداء بالنسبه للناحيه العلنيه.